بيقولوا ان الكبد والقوانص بيعلي المجانس، عشان كده احنا محتاجين ان احنا نهتم بالمجانس شويه ونعمل شويه كبد وقوانص بالطماطم والثوم تعملها وقت اللزوم. بس كالعاده ايها الساده بندعي الام والامواتنا بالرحمه ونصلي على الحبيب لاجل قلبي وقلبكم يطيب. والوصفه مش محتاجه اي رغي كتير ومش هتاخد منك ولا وقت ولا مجهود ولا حتى مصاريف كتير. ونبدا بسم الله بطريقه وصفتنا. وعشان نبدا نعمل الكبد والقوانص اول حاجه لازم نفصل ما بين الكبده وما بين القوانص، وهتعرفوا ليه خلال ما احنا ما بنعمل الاكل. طبعا بالنسبه للكبده نبدا ننظف فيها قدر المستطاع ونقسمها نصاص، وبالنسبه للقلوب نخلي بالنا ان الطرف العلوي من القلب بيكون فيه دم متجلط، فمهم جدا ان احنا ننظف القلوب. وضروري طبعا تتاكد من نظافه الكبده والقوانص، وفي نهايه الفيديو خالص هتعرفوا ليه باكد على المعلومه دي. وبعد ما ننظف الدم المتجلط من القلوب ونقسم الكبد لنصين او ثلاثه حسب الحجم اللي قدامك، نبدا نشيلهم في طبق، هيكون الطبق ده منفصل عن القوانص. فهناخد القوانص ونبدا نقسمه للاحجام اللي احنا هنكون شايفين